اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده من كدبه ومصدقينها مع حجازي. النهارده هنتكلم عن حاجه غريبه جدا، عن منتج مشهور جدا واتشهر في كل حته في العالم وبقى ترندي قوي. المنتج اللي هنتكلم عليه اهو معايا هنا، ممكن نعمل له انرابنج. هو ستانلي كاب المشهور جدا 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 في كل حته في العالم. للناس اللي ممكن ما تكونش سمعت عنه، ممكن تكون شافته مع حد في الجيم، في النادي او في الشغل. وهو عباره عن كوبايه بتحفظ الحراره والسقعيه، وتمنها في امريكا ب50 دولار. طبعا لو ترجمناها بالمصري في وقت عمل الفيديو ده، معناها ان هي من امريكا هتكلفك حوالي 2700 جنيه، ده لو انت جايبها بنفسك من هناك. وفي مصر بتتباع بارقام غريبه جدا، في ب 3000 و4000، وفي ناس بتتباع ب 6000 جنيه، وكمان مش موجوده، وبتبقى سولد اوت ومش متوفره في اماكن كتيره في مصر، وساعات حتى في امريكا في اماكن تروح ما تلاقيهاش. طب ايه سر الكوبايه دي؟ الكوبايه دي من اكبر الكذبات اللي انا شفتها في حياتي. عارفوا ازاي مسكوها لكذا انفلونسر وكذا حد مشهور، فبقت الناس كلها جاريه وراها. طبعا سيب من سعرها العالي جدا، انت عادي ممكن تشتري حاجه سعرها عالي عشان تبقى ترندي وتبقى ماشي مع الترند وتبقى ماشي مع الناس بتعمل ايه. بس هل هي بقى كوبايه كويسه؟ طبعا هي من السقعيه ومن السخونيه، هي فعلا بتحفظ الحراره وبتحفظ السقعيه عادي جدا. جبت قبل كده زمزميه او ممكن نسميها فلاسك، من محلات في مصر ومن بره مصر ارخص من كده بكتير قوي، وبتحفظ بال 24 ساعه. الحاجه اللي انا استغربتها ان هي، طب ماشي حلو، هي بتحفظ الحراره وكل حاجه، بس انا استغربت قوي موضوع الشاليمو ده. تمام، هو المفروض موضوع الشاليمو ده بتشرب منه، بس الغريب جدا ان انا الشاليمو دي ما بعرفش اخلص منها، يعني ولا بعرف اغطيها ولا بعرف اقفلها. ففي الاخر هي بتفضل دايما كده مفتوحه قدامي. اه انا ممكن اشيلها خالص، بس ساعتها همسكها في ايدي او احطها في كلينكس او احطها في الشنطه. طب انا كده عملت ايه؟ فاللي انا مش فاهمه ان هو الناس كلها دايما تقعد بقى تتكلم مثلا عن حاجات زي التلوث والهايجين، وان هو ايه ده، اوف ده الشاليمو دي كده كلها هتبقى جراثيم والكلام ده كله. لكن طبعا لما ستانلي دي بقت ترند، عادي جدا نسينا موضوع الجراثيم ونسينا موضوع التلوث والكلام ده كله، وبقينا ايه عادي، واه دي جميله جدا، دي ما حصلتش والكلام ده. ففعلا يا جماعه من اكتر الحاجات مؤخرا اللي انا شفتها وما صدقتهاش. هتقولي لي طب حجازي انت ايه اللي خلاك تجيبها؟ هو انا ما جبتهاش، انا كنت مسافر امريكا وكنت هناك في مؤتمر، وكانوا بيوزعوا علينا دول. ولما وزعوا علينا كان كل الناس مبسوطه جدا، ايه ده ايه ده، إيه ده وزعوا علينا ستانلي كاب. وانا بالنسبه لي اللي هو ما كنتش فاهم طبعا، ما كنتش عارف القصه دي ساعتها خالص، ولا كنت عارف اي حاجه عن الموضوع. فانا بالنسبه لي تمام اوكي، انا ولا بشرب قهوه وميه مش عارف اشرب بيها ميه عشان هي بشليمو، ولو شربت فيها ميه طب انا هقفلها ازاي وحطيتها في الشنطه هتدلق مني. فقلت خلاص، انا اصلا كنت على شفا اسيبها في الاوتيل وما ارجعش بيها. وبعد كده لما رجعت مصر وعيالي شافوها، اللي هو ايه ده بابي انت جبت سني كاب؟ طبعا انا بالنسبه لي اللي هو ايه الحوار. دخلت بقى على الانستجرام والكلام ده كله، شفت الموضوع يعني في حته تانية خالص، وفهمت ليه الناس كانت مبسوطه بيه قوي جدا في امريكا لما الناس ادوها لها هديه. بس انا بجد مش فاهم الناس اللي دفعت كل الفلوس دي، اللي اشتريتها من امريكا واللي اشتريتها من بره امريكا وجابتها من مصر مثلا ب 5000 6000 جنيه، ازاي دفعوا فلوس في حاجه زي كده؟ فدي اخر كدبه انا شفتها، وبجد ما قدرتش امسك نفسي، مع انها مالهاش علاقه باي حاجه انا بعملها في حياتي، بس كان لازم اتكلم عليها. اشوفكم في حلقه تانية من كدبه مصدقينها مع حجازي، ويا ريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. اه وعايز اقول حاجه يا جماعه، لو في حد عايز يشتري مني الكوبايه دي ب 3000 جنيه، يا ريت تبعت لي في كومنت، انا قوي قوي هقابله وابيعها له.